في 2017 ابل اطلقت لنا جهاز كان طفره في عالم الموبايلات تحت مسمى ايفون اكس، وفي 2018 ابل تكمل الابهار وتصدر ايفون اكس اس ماكس ليكون اول ايفون من ابل بشاشه كامله كبيره، عشان يكون واحد من اشهر الموبايلات في كوكب الارض، والشهره والشعبيه دي تكمل لغايه 2023. ولكن هل بعد 5 سنين من اصدار الايفون اكس اس ماكس يستحق انك تشتريه في 2023 ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. يلا بينا. السلام عليكم، اذا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم احمد صدومه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. يا غالي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعني على حساباتي على السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. وقبل ما نبدا حابب اقول لك ان الفيديو ده برعايه السبونسر المعتاد للقناه الجوكر ستور. الجوكر ستور من اكبر واضمن محلات بيع الايفون في مصر، ومش ايفون بس، كل منتجات ابل تقريبا، ايفون، ايباد، ماك، ابل واتش، ايربودز، وهتلاقي عندهم كل الاكسسوارات الخاصه بالاجهزه دي. ولو رحت تشتري اي جهاز من عندهم بالطبع تاخد معاه اكسسوارات، ما تنساش تديهم كود الخصم الخاص بينا صدم 8 عشان تاخد خصم بيوصل ل 50% على الاكسسوارات. هسيب لك كل التفاصيل الخاصه بيهم من فيسبوك فان بيج ورقم تليفون والعنوان في الديسكربشن تحت الفيديو. ويلا بينا نكمل. لو جينا نتكلم عن حاجه زي التصميم، فهنلاقي الايفون اكس اس ماكس ما زال بيحافظ على رونقه وجماله، بل وبيتفوق كمان على اجهزه نازله في 2023، وخاصه اللون الذهبي. وغير الشكل انت كمان بتاخد خامات مميزه جدا جدا، بتاخد ظهر بكامل من الازاز، فريم من الستانلس ستيل اللامع اللي شكله خرافه، بتاخد مقاومه ميه وغبار بمعيار اي بي 68 طبعا لو الجهاز ما فيهوش مشاكل او تجميع. كنا اتكلمنا عن موضوع التجميع ده في فيديوهات هسيبها لك هنا في الاي اللي فوق. فنقطه التصميم دي رغم انها شيء ذوقي، ولكن تقريبا محدش يقدر يختلف على جوده الخامات المصنع منها الايفون اكس اس ماكس، بل كمان ونسبه كبيره جدا من الناس بتتفق على ان شكله من بعيد كده خرافي جدا. فنقطه التصميم الايفون اكس اس ماكس هياخد عليها تشيك. ولو جينا نتكلم عن حاجه زي الشاشه اللي بمقاس 6.5 بوصه، ولكن فيها عيب رخم جدا هتشوفه اول ما تمسك الجهاز، هيكون هو النوتش الكبيره القديمه. على الرغم من ان حوار النوتش ده ما شفناش فيه تطور واو اللهم الا الدايناميك ضحكوا اللي وصلنا لها، اللي هي لسه نوتش سيء جدا، ولكن فصلوه عن البزل العلويه. ولكن يعني خلاص، هو للاسف مفيش اي اوبشن تاني انك تاخد ايفون من غير نوتش او من غير دايناميك ضحكوا يعني. ولو جينا نتكلم عن باقي خصائص الشاشه، فهي برضو مميزه جدا. هي شاشه سوبر ريتنا اوليد، كثافه بكسلات ممتازه جدا، 458 بكسل لكل انش، تدعم تشغيل محتوى الاتش دي ار والدولبي فيجن. ولكن هي فيها نقطه قد تكون عيب في بعض الأحيان، ألا وهي مستوى السطوع الخاص بها اللي لا يتعدى ال 625 نتس. ال 625 نتس ممكن يبقى رقم سيء في ظروف معينة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في الإضاءة الشديدة. مش معنى كده إنك مش هتبقى شايف الشاشة تماما، لا، هتبقى شايفها ولكن مش أكتر حاجة واضحة. ولكن طول ما أنت في إضاءة مش عالية، الشاشة هتديك ألوان ممتازة، هتديك شاربنس محترم جدا، هتقدر تستخدمها في كل أنواع استهلاك المحتوى، سواء كان اللي هو البراوزنج والسوشيال ميديا والحاجات اليوميه بتاعتنا دي، او حتى انتاج المحتوى زي تعديل الصور او تعديل الفيديوهات او التصوير. وحاجه تانية هنقول عليها عيب بقى، مش نص عيب زي حوار السطوع ده، هو تردد الشاشه. لان طبعا الاكس اس ماكس بيجي ب 60 هرتز بس، في حين ان احنا بنشوف تقريبا كل الاجهزه اللي بتنزل في 2023 فوق ال $100 بتبقى 120 هرتز، وحتى الاجهزه اللي ب 100 و200 والكلام ده بتبقى 90 هرتز. فده شيء هتفتقده مع الايفون اكس اس ماكس. ولو جينا نقسم الشاشه لبوينتس كده برضو، هنلاقي استهلاك المحتوى يقدر ياخد عليه بوينت، الانتاجيه اللي بيساعد فيها موضوع الحجم ده برضو يقدر ياخد عليها بوينت. بالنسبه للتردد والمستوى السطوع، فمستوى السطوع ممكن ياخد عليه نص بوينت، لكن التردد مش هياخد عليه حاجه تمام. وبمناسبه التصوير، فالايفون اكس اس ماكس بيجي بكاميرتين خلفيتين، ما كناش لسه شفنا موضه الثلاث كاميرات من ابل. كاميرا اساسيه 12 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 1.8 تدعم التثبيت البصري للصوره، والكاميرا الثانيه الخاصه بالتليفوتو او تصوير البورتريه 12 ميجا بكسل برضو، ولكن بفتحة عدسة اف 2.4 برضو بتدعم التثبيت البصري للصورة. ولو جينا نتكلم عن نتائج الصور، فالكاميرا الأساسية طول ما انت في إضاءة مش قليلة فهتديك صور مميزة جدا. وده ليه؟ لأن للأسف فيها عيب سيء جدا، هي إنها ما بتدعمش
النايت مود، فالصور في الاضاءه الليليه هتكون مليانه نويز، هتكون مش احسن حاجه ممكن تاخدها من جهاز في 2023. والكاميرا التليفوتو هينطبق عليها نفس الكلام، ولكنها بتبقى محتاج ظروف اضاءه احسن شويه لان فتحه العدسه بتاعتها اضيق من فتحه العدسه الاساسيه. فالتليفوتو مع الاضاءه الاقل بتبدا تاخد نتائج مش احسن حاجه ومش مرضيه، بتبدا الصوره تتمسح شويه، بتبدا النويز تظهر ولكن بالنسبه لحاجه زي الفيديو بقى اللي بتاخد هنا فيديو 4K 60 فريم في الثانيه، فالفيديو مميز لاقصى درجه تتخيلها. او لو جينا خاصه نبص ان هو جهاز نازل من 2018 فهنلاقيه بيناطح في اجهزه كتيره جدا نازله في 2023 في فئات سعريه قد تكون اعلى. فلو جينا نقسم نقطه الكاميرات لكذا جزء كده فهنلاقي التصوير في الاضاءه الجيده نقدر ندي الايفون اكس اس ماكس بوينت، في الاضاءه الليليه مش هياخد بوينت، في الفيديو ياخد بوينت. ولو جينا نبص للكاميرا الاماميه اللي كانت بدقه 7 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2 فالكاميرا هنا مش بتطلع صور مميزه اطلاقا، محتاج تبقى في اضاءه ممتازه عشان تاخد صور كويسه. صور هتلاقيها في اغلب الظروف مليانه نويز، والتصوير الليلي مش حلو اطلاقا، وكمان الفيديو كان 1080p بس. ولو جينا للكاميرا الاماميه مش هندي الايفون اكس اس ماكس اي بوينت. لو جينا نتكلم عن حاجه زي الاداء نلاقي الايفون اكس اس ماكس لسه واقف على ارض صلبه رغم مرور 5 سنين على اصداره. وقبل ما نتكلم عن الاداء حابب اتكلم معاك في نقطه انا عارف ان هي شاغله بالك لغايه دلوقتي، بس قبل ما نتكلم فيها ما تنساش تعمل لايك. انت لغايه دلوقتي ما عملتش لايك ولا عملت سبسكرايب ولا فعلت الجرس، ما تنساش تعمل كل الحاجات دي عشان اقول لك على نقطه التحديثات. فبالنسبه للتحديثات فوق الايفون اكس اس ماكس نزل في 2018 واحنا في 2023 المفروض تكون دي اخر سنه ليه لدعم التحديثات، ولكن من اعتقادي الشخصي وده شيء مش مؤكد بالمناسبه لسه فاضل شويه على الاكس اس ماكس. على الاقل مش هيبقى السنه اللي احنا فيها دي، هتبقى السنه الجايه. يعني انت لو اشتريت الاكس اس ماكس دلوقتي في وقت تصوير الفيديو ده اللي هو في شهر 3 2023 فلغايه ما تنتهي او ينتهي دعم التحديثات عنه هيكون في شهر 9 2024 اللي هو وقت اصدار الاي او اس 18. ولكن ده مش معناه ان الجهاز بعد 2024 هيموت منك، لا هيفضل شغال على الاقل سنه كمان داعم لكل التطبيقات ولكل التحديثات الامنيه، ولكن بعد كده ممكن التطبيقات تبدا ما تشتغلش عليه زي ما شفنا مع الايفون 6 اللي بدات التطبيقات ما تشتغلش عليه تقريبا من السنه اللي فاتت وهو نازل في 2014 او السنه اللي قبل اللي فاتت تقريبا. يعني في الحالتين كويس جدا اللي هو جهاز من 2014 وفضل داعم لكل التطبيقات تقريبا يا عم لغايه 2020 فستيل فضل قاعد 6 سنين مشغل لنا كل حاجه. وعلى فكره ايفون زي الايفون 6 لسه شغال لغايه دلوقتي بيقول الو وبتاع، فما تقلقش من نقطه التحديثات دي قوي مع الايفون اكس اس ماكس. الايفون اكس اس ماكس بيجي بالمعالج القوي A12 بايونيك ومعاه 4 جيجا بايت رام. ال A12 بايونيك شغال لغايه دلوقتي بقدره غريبه تخليك تستغرب ان ازاي معالج بقاله 5 سنين في السوق ولسه بيقدر يعالج المهام بالطريقه السلسه دي. لان انت في المهام العاديه هتلاقي الايفون اكس اس ماكس بتاخد معاه اداء مميز جدا يكاد يتفوق على اجهزه كتير جدا جدا في 2023 برضو في فئات سعريه اعلى. مش هتلاقي تقطيع في الانيميشنز، مش هتلاقي الجهاز بيفريز معاك مره واحده، مش هتلاقي مشاكل كتير في اداء المهام العاديه. ولكن لو جينا نتقل شويه في المهام اللي هي بتعتمد على الانتاجيه بشكل كبير مش هتلاقي الاكس اس ماكس برضو بيهبط معاك او بيتعب منك، هتلاقيه شغال ولكن هتبقى محتاج تصبر عليه شويه. وفي نقطه زي الالعاب هتلاقي معظم الالعاب شغاله على اعلى اعدادات ليها، ده شيء مميز جدا لجهاز نزل في 2018. ولكن برضو الالعاب اللي هي الواو يعني او الحاجات بقى القويه جدا الاكس اس ماكس برضو ممكن يعاني سيكا معاه. ولو جينا نقسم موضوع الاداء ده لكذا نقطه فهنلاقي المهام اليوميه الايفون اكس اس ماكس بياخد فيها تشيك بوينت. المهام الانتاجيه او صناعه المحتوى ممكن نديله نص بوينت كده. بالنسبه للالعاب فبرضو ممكن نديله نص بوينت. عارف ان في ناس بتستخدم الاكس اس ماكس في موضوع الالعاب ده ومؤدي معاه كويس جدا، ولكن برضو عشان يعني الناس اللي بتبقى متخيله ان هو بمجرد ما يشيل حاجه عليها تفاحه من ورا ان هو هياخد التوب وخلاص، لا عشان تبقى عارف انت هتاخد ايه بالظبط. بالنسبه لنقطه مهمه جدا لشخص زي الا وهي البطاريه. بطاريه الايفون اكس اس ماكس مش وحشه، ولكن الفكره انك عشان تشتري جهاز يكون مستعمل ما اتفتحش قبل كده فبطاريته الطبيعي بتاعها مش هتكون اعلى من 85%. فنسبه من 80 ل 85 دي مع الاستخدام الخفيف او الاستخدام المتوسط الجهاز ممكن يكمل معاك اليوم.
اعلى من المتوسط هتضطر تشحن الجهاز مرة في نص اليوم على الأقل. ولكن لو غيرت البطارية بقى ببطارية أوريجينال من مكان موثوق أو من موزع معتمد من موزعي ابل، يعني ممكن تاخد معاها فتره اطول من كده شويه. وطبعا سرعه الشحن، احنا اصلا ال14 برو والماكس يعني بيشحنوا اصلا 25 واط، فمش هنقيم الاكس اس ماكس في حته موضوع سرعه الشحن تماما يعني، لان اي معزه معديه في الشارع هتكون بتشحن اسرع من الاكس اس ماكس. واخر نقطه هنتكلم فيها قبل ما ندخل على اهم نقطتين تقريبا هما السعر والحاله اللي تشتري بيها الاكس اس ماكس، هي نقطه هل اصلا يستاهل انك تشتريه في 2023 ولا لا، وهو موجه لمين اصلا ومش موجه لمين. او خليني اقول لك نقطه السعر دي الاول عشان تبقى ماشي معايا في الطريق كده. سعر الايفون اكس اس ماكس مستعمل بيتراوح ما بين 12000 لغايه 15000 تقريبا، بيعتمد على حاله البطاريه وحاله الجهاز والمساحه التخزينيه الخاصه بيه. فالفئه دي من الاسعار هتلاقي فيها اجهزه اندرويد فئه متوسطه كويسه جدا وبتتمتع بخواص مميزه جدا، ولكن اهم حاجتين اللي بيخلوا المستخدم يروح لاجهزه الايفون اصلا عمرهم ما يتوفروا في اجهزه الاندرويد هما لوجو التفاحه للناس اللي بتحب المنظره، ونظام الاي او اس نفسه للناس اللي بتحب الاستقرار وعدم التعقيد. مش معنى كده ان الاندرويد معقد، هو الفكره ان الاي او اس ابسط. اي نعم ابل بدات تروح في حته التعقيد دي والمميزات الكتير والهجايس والباجز والكلام ده، ولكن ستيل هو يعني اسلس وابسط شويه من الاندرويد. فلو انت باصص لنقطه من النقطتين دول، خاصه لوجو التفاحه اللي بالمناسبه يعني ما بحبش حد يعمل كده، هو حر وكل حاجه، ولكن ده مش شيء هيضيف لشخصيتك اي حاجه. انت شخصيتك بما انت عليه، مش بالموبايل اللي انت شايله، ولكن ما علينا يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه هي انك عايز تجرب نظام الاي اس، ولكنك عايز جهاز واقف على رجله، مش جهاز قديم قوي ولا هو جهاز ب 30 40 الف جنيه يعني. وبرضه انت مش عايز الجهاز ده يكون في الحاله الالتيميت، يعني مش جهاز فلاج شيب، مش جهاز فيه كل حاجه موجوده في سنه 2023. لا، انا عايز جهاز يكون متوسط كده. فالايفون اكس اس ماكس برضه هيكون موفر لك النقطه دي جدا. ولكنك بقى لو من النوع اللي ما بيحبش اصلا حوارات المستعمل، ومن النوع اللي هو لا انا لازم اشتري جهاز جديد، ومن النوع اللي هو مش مهم يا عم اي او اس وعادي يعني تعالى نجيب جهاز اندرويد ويكون بقى شاشه 120 هرتز وفي حاجات جديده وبتاع، فطبعا الاكس اس ماكس مش هيكون مناسب ليك تماما في النقطه دي. طيب لو انت بقى خلاص يعني قررت تشتري الايفون اكس اس ماكس، تشتريه حالته ايه؟ اولا مفيش حاجه اسمها ايفون اكس اس ماكس جديد تماما، ولا اي حد يحاول يقنعك بالموضوع ده تماما. مفيش اكس اس ماكس جديد تقريبا من 2019. الاجهزه العاليه او الاجهزه الفلاج شيب الخاصه بابل، لان ابل عندها الموضوع بينقسم لنصين، اجهزه عاديه واجهزه برو. وزمان كان في الاكس ار اللي هو زي مثلا الايفون 13 او الايفون 14، والاكس اس والاكس اس ماكس اللي هم البرو والماكس. فاجهزه البرو والماكس اللي هي زمان الاكس اس والاكس اس ماكس كانت بيظل انتاجها سنه واحده بس، يعني هو بيقعد سنه واحده بينزل منه جديد وبعد كده ابل بتوقف خط انتاجه تماما. فاقصى مده ممكن تاجر يخزن فيها الايفون اكس اس ماكس هتكون قد ايه؟ سنه. لو هو تاجر فاشل سنتين، فهنفترض ان كان في جهاز ايفون اكس اس ماكس بيباع في 2020 او يا عم كمان 2021 جديد، ده اخر جهاز اتفتح من كرتونته ايفون اكس اس ماكس جديد، فهتكون دلوقتي هو مستعمل. مفيش دلوقتي اكس اس ماكس جديد تماما يا جماعه، واي حد هيقول لك كده تعرف ان هو بينصب عليه. مفيش حاجه اسمها ايفون اكس اس ماكس نو اكتيف، هو الايفون اكس اس ماكس يا اما تجميع يا اما مستعمل. وبالنسبه للمستعمل على الاقل خالص اشتريه بالكرتونه بتاعته فاضيه، اتاكد طبعا ان الكرتونه اصليه وما فيهاش لعب والكلام ده، ولكن خلي معاك كرتونه طالما انت عايز جهاز مستعمل، مش عايز جهاز تجميع او حاجه فيها او حاجه قد تكون فيها خوازيق يعني. وبطاريته تكون من 80 ل 85%، 86 87 بالكتير قوي، ما تطلعش الحاجه فوق ال 90 اكس اس ماكس، لان بنسبه كبيره جدا هيكون الجهاز ده تجميع، خاصه لو احنا بنتكلم في موديل ام اللي هو الجهاز الاوريجينال اللي خارج من ابل. لو حاجه بقى موديل ان اللي هي ريبليسمنت او الكلام ده، ممكن نبدا نفكر شويه بقى، ولو عايزين نتكلم في فيديو كامل عن الحوار ده يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس. وبس كده كفايه رغي بقى يا عم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب جميل وفعل الجرس، وتابعنا على حساباتي على السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. كان معاكم احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، في امان الله.